الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشوق حركني بغير تردد والشيعر أغدق في مديح محمد فإذا ذكرت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره نكفى الهموم ونهتدي وحبيبنا أوصى فهيا رددوا صلى الإله على النبي محمد. في دياج الظلمات وبهم تمت جميع الكلمات فإذا ما ذكروا في محفل أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بمولد سيد العباد سلام الله عليه. مرحبا بمولد سيد العباد نجل الجواد وكعبة الوفاد ميلاده من أعظم الأعياد اليوم شرف للوجود الهادي وإلى الهنا قد حق عقد النادي. صل على محمد بقدومه الميمون
عم العوالم بهجة ومكارما، اليوم ثغر الدين أصبح باسما يدعو ألا ولد الإمام الهادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبل الجواد ونجل خير سلالة قد حاز كل قداسة وجلالة، وهدى الأنام إلى الهدى بدلالة، اليوم قطب وجه كل ضلالة غيظا وأرغم معطسا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واهن في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على إنفاذ أمرك، وصل على آل النبي محمد. قوم جعلت ولاءهم ومديحهم هذاك معتصما وهذا مكسبا، حازوا العلا فاقوا الملا شرعوا الهدى بلوا الصدى وهبوا الحبى لزموا الإبا، ما للثناء عليهم وبمدحهم طه تنوه والمثاني والنبا، سل عنهم الأعراف والأحقاف والأنفال واسأل هل أتى اسأل سبا، يغنيك قول الله عن ذي مقول ومديحه عمن أطال وأطنبا. هذه الليلة نقف عند أم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعليها في بيان مقاماتها وما ورد في شأنها عليها السلام، حتى نعرف أن أمهات المعصومين عليهم السلام ليسوا كسائر النساء، وإنما الله سبحانه وتعالى ينتخب للمعصوم الأم الطاهرة والرحم الطاهر، كما أنه يختار له الأب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر نجده في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام: عناية الله عز وجل لأوليائه ولأنبيائه في اختيار آبائهم وفي اختيار أمهاتهم. أمير المؤمنين عليه السلام لما تعرض إلى ذكر الأنبياء قال: فاستودعهم في أفضل مستودع وأقرهم في خير مستقر. هنا
لعله إشارة إلى قوله عز وجل فمستقر ومستودع. يقول فأقرهم في خير مستقر، فاستودعهم في أفضل مستودع، وأقرهم في خير مستقر. المستقر هو ما تستقر فيه النطفة، وأما المستودع هو ما تودع وديعة، وهي عبارة عن نطفة ذلك المعصوم عليه السلام في صلب الأب، فهي مستودع ثم تستقر وتثبت في رحم المرأة. هنا أمير المؤمنين عليه السلام لما تعرض إلى الأنبياء قال فأقرهم في خير مستقر، استودعهم في أفضل مستودع، وأقرهم في خير مستقر. تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف. عناية إلهية في شأن الأنبياء فيما يتعلق بآبائهم وأمهاتهم. لما ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال حتى أفضت كرامة الله إلى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه. عترته خير العتار وأسرته خير الأسر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال. عناية إلهية فائقة بشأن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. هذا الأمر كذلك فيما يتعلق بالأئمة عليهم السلام. فمثلا لو جئنا إلى أم الإمام الهادي عليه السلام، وهي السيدة سمانة المغربية، جارية من الجواري، لكن انظر إلى المقامات التي وصلت إليها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يصطفيها ويختارها كما اصطفى مريم، كما اختار مريم، اصطفاها لأن تكون رحما للإمام عليه السلام. الرواية الواردة عن الإمام الهادي سلام الله عليه يقول أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة، لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد، وهي مكلوءة بعين الله، وهي مكلوءة بعين الله، لا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين. كل كلمة تحتاج إلى وقفة تأمل، نقف عند بعضها. أولا قال أمي عارفة بحقي، هنا إشارة إلى معرفة أهل البيت عليهم السلام. وماذا يكتسب الإنسان من معرفة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ تعال إلى الروايات الواردة عن أهل البيت. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله. كل الخير يجمع لمن له معرفة وولاية بمحمد وآل محمد. وورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول نحن الأعراف، ولعله إشارة إلى قوله عز وجل وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يقول نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. يعني السبيل إلى معرفة الله عز وجل من أين يؤخذ؟
يؤخذ من أهل البيت عليهم السلام. يقول نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. تعال إلى الزيارة الجامعة، الكنز العظيم الذي تركه لنا إمامنا الهادي سلام الله عليه. ورد في الزيارة الجامعة من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. يعني من كان يريد معرفة الله عز وجل هم السبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، هم السبيل إلى رضوان الله عز وجل، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. السبيل إلى معرفة الله ومعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في الدعاء الذي يركز عليه العلماء، وخصوصا في زمن الفتن، في زمن تغير الأحوال، هو أن يسأل الله عز وجل أن يعرفه نفسه ونبيه وحجته. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من لا يعرف إمامه، من لا يعرف حجة الله عليه، هذا ضل عن دينه، لأنه لا يعرف إلى أين يذهب ومن أي مكان يتخبى ومن أي مكان يأخذ معالم دينه. أهل البيت عليهم السلام هم السبيل إلى معرفة الله عز وجل، وهم السبيل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، كما ورد في الزيارة الجامعة. هنا نعرف أهمية المعرفة، معرفة أهل البيت عليهم السلام. ولما يقال المعرفة لا يراد منها الأمور العامة، أن يعرف ما هو اسمه ومن هي أمه ومن هم أبناؤه وأين ولد وأين دفن وفي أي تاريخ، وإنما يراد المعرفة بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من كمالات ومقامات وشؤون. وإذا أردت مصدرا لمعرفة مقامات أهل البيت عليهم السلام فعليك بالزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة إشارات إلى مقامات أهل البيت. هذه الزيارة الجامعة من كنوز أهل البيت، وهي من تراث صاحب هذه الليلة الإمام الهادي سلام الله عليه. آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لكم، وذل كل شيء لكم. آتاهم الله سبحانه وتعالى ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا هو عرفان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم أئمة الهدى، وأنهم حجج الله على الخلق، وأنهم مظهر لنور الله سبحانه وتعالى. هم النور، نور الله جل جلاله. هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. أول مقام يشير إليه الإمام الهادي عليه السلام فيما يتعلق بأمه، يقول أمي عارفة بحقي، أمي عارفة بحقي، وهي من أهل الجنة، لا يقربها شيطان مارد. وهذه أيضا مكانة وعظمة لهذه السيدة الجليلة. لاحظ الإمام عليه السلام ما قال لا يقربها الشيطان،
وإنما قال لا يقربها شيطان مارد. شار إلى أن الشياطين على درجات، مثل ما الملائكة على درجات. هنالك ملائكة مقربون، ملائكة كروبيون. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما تعرض إلى ذكر الملائكة أشار إلى طبقاتهم، إلى درجاتهم. قال ثم فتق ما بين السماوات العلى فملأهن أطوارا من ملائكته، يعني جماعات من الملائكة تختلف درجاتهم. فملأهن أطوارا من ملائكته، منهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصافون لا يتزايلون، ومسبحون لا يسأمون. قسم من الملائكة هي ساجدة، منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى كانت وظيفتها السجود، لا ترفع رأسها من السجود. منهم سجود لا يركعون، ومنهم ركوع لا ينتصبون، يظلون على هيئة الركوع ولا يقفون، لا ينتصبون. ومنهم صافون أقدامهم لا يتزايلون، ومنهم مسبحون لا يسأمون. على درجات. الشياطين كذلك درجات، منهم الشياطين العاديين الذين يستطيعون أن يؤثروا على عامة الناس. أما إذا ارتفع مقام الإنسان، ارتفعت درجته، يحتاج إلى قوة أقوى، إلى شيطان أقوى. وإذا كان ولي من أولياء الله عز وجل يحتاج إلى شيطان مارد. الشيطان المارد يستهدف هذه الفئة. شيطان مارد يعني مارد، مارد مأخوذة من المرد. مرد هو نزع من الشيء أو تجرد عن الشيء. الآن العرب إذا رأت الشجرة قد تساقطت أوراقها يقولون شجر أمرد. شجر أمرد ما فيها ورق ولا فيها ثمر. الشاب الذي لا تخرج له اللحية مثلا يقال شاب أمرد. أيضا شيطان مارد. شيطان مارد هو الذي يكون منزوعا من كل خير، لا يوجد به ولا ذرة واحدة من الخير. هؤلاء كانوا يريدون أن يستهدفوا أولياء الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن الكريم لما أشار إلى السماء ماذا قال؟ قال حفظا من كل شيطان مريد، يعني لا يوجد به أي ذرة من الخير. هنا الإمام سلام الله عليه يشير إلى مكانتها، يقول بأن هذه السيدة العظيمة سمانة المغربية لا يقربها شيطان مارد. من هو الذي لا يقربه الشيطان ولا يقربه الشيطان المارد؟ هذه درجة أولياء الله عز وجل. شوف القرآن الكريم لما تعرض إلى وسائل إبليس في السيطرة على بني آدم ماذا قال؟ إبليس قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا منهم، يعني أنا واقف إليهم بالمقصد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم. هو إبليس يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين، والقرآن الكريم ماذا يقول؟ وقليل من عبادي الشكور. الشيطان يستهدف بني آدم. أكو فئة من الناس ما يقدر عليها إبليس. قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عباد الله المخلصون لا سلطان للشيطان عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
على من سلطان إبليس؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه. أولياء الله عباد الله لا سبيل للشيطان لهم أو عليهم. سمان المغربي عليه السلام إمامنا الهادي صلوات الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا يقربها شيطان مارد. شار إلى أنها من أولياء الله، إلى أنها من عباد الله. لا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد. شار إلى أن الله قد حفظها مع أنها جارية، والجارية عندما تنتقل من نخاس إلى آخر، من مالك إلى آخر، ممكن أن ينالها أحد. هذه المرأة الطاهرة الله عز وجل حفظها، قال وهي مكلوءة بعين الله سبحانه وتعالى. من تكن له رعاية من الله عز وجل يحفظ، وإن تعرض إلى شتى أصناف المحن والبلاء، إذا كانت رحمة الله وعنايته ونظرته على الإنسان المؤمن يحفظ من بين يديه ومن خلفه. لاحظ مثلا سفينة نوح هذه صنعت بوحي من الله عز وجل. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا يعني تحت نظر الله، تحت حفظ الله. هذه السفينة تعرضت إلى أمواج عاتية، بل القرآن الكريم يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال، ومع ذلك حفظت. يا نوح اهبط بسلام. هذه لماذا كانت محفوظة أو لماذا كانت تهبط بسلام؟ لأنها محفوظة وتحت رعاية الله وتحت نظر الله عز وجل. السيدة سمان المغربية كانت محفوظة بعين الله، وهي مكلوءة بعين الله سبحانه وتعالى. عظمة وأيما عظمة. ويكفي أنها كانت وعاء لثقل الإمامة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا له شأن عظيم واختيار من الله سبحانه وتعالى أن يختار الرحم الطاهر ليكون فيه نطفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بجاهها وبجاه ابنها الإمام الهادي عليه السلام أن يقضي حوائجنا وحوائجكم للدنيا والآخرة، وأن يفرج عنا وعنكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يزين الدنيا بنور الإمام الهادي عليه السلام، جمع الله الشمل المبارك، شمل مولاتنا سمان المغربي عليها السلام، بمولانا الإمام الجواد باب المراد ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحملت بالإمام الهادي عليه السلام حملا مباركا ميمونا
صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول ساعدوني إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول وإنكم لآل الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل كفاكم عن مديح الخلق قرا مقال الناس أمكم البتول حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد حتى اكتملت أيامها وتوالت ساعاتها وفي الساعة المباركة والملائكة مسبحة ومقدسة والأنوار ساطعة وبينما مولاتنا كذلك إذا أشرق نور الهادي أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات صل على محمد بن أبي طالب. صلوات ربي عليه وسلم عليه. صلوات ربي أحسن. ما ضل فرد في الخلائق ما درى أن الأئمة خير من وطأ الثرى ما مثل أهل البيت ربك قد برى اليوم قد جمع المهيمن للورى ما بين هادين ناصحين وجوادي. صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. ليلة غد إن شاء الله ستكون القراءة الساعة 9 مساء لوجود العزاء قبل القراءة. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف اللهم المرضى وارحم الموتى لا سيما موتى الحاضرين والمؤسسين. رحم الله من يهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها أفضل